ضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلاعه، انت عايز تقفلني منك. امال عاوزاه ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كتم، عليها شويه صور اجنبي كده، اخرك صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر، الجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق. بص من الاخر، عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك. انا هجيب لك الواد ده كاروتا النقاش يغمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله، مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بوسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، هتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله، قول لها شفته. القمر في الحل. قمر ايه بحلتيه يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه بروستان، ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي. بنت مجنونه. لا ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله؟ اركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبهولك. هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها؟ اسيبكم بعافيه بقى وخليكم مع بعض. لا سعد ما تخافيش، غير هدوء ونروح. استنى ما تسيبنيش معاه. يا بنت انت. يا بنت نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح، انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك عدي يومك. عايزه ايه بس؟ هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر. عايزه استحمى. حاضر احميكي. حاضر. تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه؟ انا؟ يا حلوه. اسم الله عليكي يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشفا. حاجتين، روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي، عمري. اقعد يا انا بيبي. انا 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 بقى بيبي بعشقك. حبيبي، انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ انت ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا دلع البنوته. بس انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الوراق اللي انت بتعمله ده. حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياه القديمه دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعه ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغايه ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركه ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناه فضائيه. نعم، قناه فضائيه؟
اذا كنت انا في الشركه عندي مشاكل متلتله ومش عارفه احلها تقولي نفتح قناه فضائيه؟ بعدين انت عارف كويس قوي ان انا معيش سيوله. يا حبيبتي السيوله هتتوفر، احنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركه وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الاراضي بتاعتكم اللي موجوده في شرم والغردقه، وانا كمان هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار، ونبدا بدايه قويه ونفتح اكبر قناه في الشرق الاوسط. يعني نظريا الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها، مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق، اظبط الورق بتاع البنك ده كويس قوي، بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب. انصحك تديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في ايه يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب. في ايه بس؟ مالك اهدي كده وقولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيكي ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض وسعد ابني وحشوني. لا والله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص؟ والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونامي. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر، اكلمها لك هي كمان بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي، دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هم فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص والنبي انا اسفه والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو، والنبي حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون، مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك؟ مش قوي كده على فكره يا نادر، ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. وايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟ عشان برضو ما خليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره، اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعه الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من صفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم ونأجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين
والمذيعات المنورين في كل القنوات وواخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها، وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في الوجود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا ما فيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه، انا بقيت بكرهها كانها ضرتي. ضرتك ايه؟ ضرتك ايه ونيله ايه؟ يا نوال احنا حوارنا ده كله عوق ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرف سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي. يعني مش هياخد غير جلاليبه الزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري، ابيع سيختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت اتهطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي. انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده. خد يا حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال. انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا. اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، هتعيدي التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة. خلي التوقيع زي كل مرة. اوكي. انا اهم حاجه عندي ان الاجراءات تكون سليمه، اهم حاجه. اتفضل. كده تمام. الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. انا كنت فاكره الموضوع اصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات. والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت في برامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. إن شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هانم. ميرسي، اهلا بيك. يلا. ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في ايه خير؟ أنا بحبك أوي. حبيبي حبيبي مش وقته. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في المؤتمر الصحفي لاطلاق قناه هايدي تي في. ودلوقتي رحبوا معايا بمدام هايدي ابو طالب رئيس مجلس الاداره، وبمستر مروان ابو عرب مدير القناه. اتفضلوا. مساء الخير. أولاً أحب أرحب بيكم وبتشريفكم وبحضوركم بخصوص المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق قناة هايدي تي في.
واحب اقول ان القناه بتاعتنا هتكون نقله كبيره ونوعيه ما بين كل القنوات الفضائيه. هنحاول ونجتهد ان احنا نقدم اعلام مختلف على مستوى الشكل والمضمون، اعلام حقيقي صادق قريب من الناس. واحب اقول لكم واعبر عن سعادتي بشيء شخصي، وهو ان اليوم ده من اسعد ايام حياتي، مش بس عشان افتتاح القناه ولا حضوركم وتشريفكم لينا، ولكن عشان زي النهارده اتولدت اجمل واغلى وارق مخلوقه في الدنيا. اتولدت مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي هايدي. واحب اقول لها قدامكم كلكم كل سنه وانت طيبه يا اغلى ما في حياتي. خليكي ملكة قربي بقى وفك القمطة، خلي شعرك يبقى حرير، هتظبطي آخر ظبطة، هنحط لك كحل ومنوكير، ولع 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 كل الستات تيجي تتدلع، ولع 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 بالصلاة على النبي صوتنا مسمع. طريقك اخضر يا ميلاد ماشي يا ناس يا شار كفايه قار، يا ناس يا شار كفايه قار، اتلم لعنك تتخزق، احلق لنفسك لحلقلك واخد لسانك سودانك، سكسك يا سكه خد لك سكه وتلم لا تودع اهلك. دي كوريا دي 100%، دي بنت جدعه واصليه، دي كوريا دي 100%، دي بنت جدعه واصليه، زي ما الشعبي عم احمد عدوي يا بنت السلطان، حني على الغلبان، الميه في ايديكي وعدوي عطشان، يا بنت الغليل مين في طعامتك مين، قال لي جمالك فاكهه وعيونك فيتامين، فرصه وكازيون خش على المضمون، ممكن نرسم لك تاتو بالتليفون، ما تقرب يا انسه دي فرصه كويسه، كوريا من الاخر هي بقى المدرسه، ولع 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 كل الستات تيجي تتدلع، ولع 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 بالصلاه على النبي صوتنا مسمع. ألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا بابي ويخليك لي يا حبيبي. عقبال مليون سنة. ميرسي يا بابي. أنا لي عندك طلب صغير. أنت تأمرني يا روحي. نفسي أقدم برنامج في القناة.
بتقدم برنامج ايه يا بابي؟ برنامج في اكتر حاجه افهم فيها في الدنيا دي، اللي هي ايه يعني؟ الستات. معوز اسكت يا جدع انت وهو، خلينا نعرف نتكلم مع البشر. كفاره يا كوريا، انا قلت اسيبك اليومين دول عشان عارف انك انت خارجه من ظروف لا مؤاخذه وما يصحش، لكن انت برضو طبعا عارفه ان عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وخالتك من بعد امك الله يرحمها. جرايه سلومه، لا وقت ولا ادانه يا اخوي، اتوكل على الله دلوقتي عشان مش ميعادك ده. لا وقت وادانه يا كوريا. لما امك ودت من بعديها كل واحده فيكم عامله نفسها بتكح جير ولا يجي صرف على المحل ومكلفاه، يبقى يا فلوس تجيني وقتي يا تزقوا عجلك انت وخالتك من البيت. وانت ما تعرفش لما تلاقي رجاله واقفه تتكلم معاها، ولا انت مش بيمشيه غير الحريم؟ وانا لو شفت رجاله بيقدروا يحكموا على نسوانهم كنت كلمتهم، لكن دورت ما لقيتش، مفيش بح. لا انت بس ما دورتش كويس. اللهم صل على النبي، انا ضربت الدور ده ازاي؟ عصب يا هيما، عصب. بقول لك انت عامل دوشه ليه؟ ها؟ كفايه. لا ده لسه في تلج. انا هيما والنبي لا في دماغك تقيل عليك ولا؟ والنبي هيما عشان خاطري عشان طب بالراحه. طب بص امسكيه كده، يلا يلا بسم الله بسم الله بالشفا ان شاء الله. ايه الدماغ الفله دي؟ مرواني، ايوه مرواني، روح مرواني. انت عارف ان انت اجمل راجل في الدنيا دي كلها يا حبيبي، عشان انت اجمل ست في الدنيا دي كلها. عارفه انا ما كنتش متخيل ان انا عايش السعاده دي كلها وانا معاك. عارفه كمان انا حاسس ان كل الناس دي بيحسدوني. ليه؟ عشان انت معايا، عشان انت اجمل وارق واحلى واحده. يا حبيبي يا مروان. انت طارق. هاتي نفسك شويه يا حبيبتي، انت لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هايدي وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكم كان حلو زياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا لما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطري أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكايه دي.
اوكي روح بابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضرب او بطح لاخت كوريا. دي روسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلاش يا مولانا، انا مفيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي لا اله الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن، يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس البيت اللي هيقع على دماغك اللي خلفه امنا ولا حياه لمن تنادي، وفي الاخر جايه تصرف على المحل. وانت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا، ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبداكي عنده حق برضه. ما هو انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور باغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلاه بسناني ده همت. بس شبان اليومين دول هم اللي خرعين يا اخويا، زي الواد ابني ده اهو ما وراهوش غير الرقص والطبل طول النهار، عيالنا رقيق. يعني هو شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكه عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يا جماعه يا جماعه اهدوا يا موسوكه، كوني محضر خير، فليكن خيرا او ليصمت، فليكن خيرا او ليصمت. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ده انا وليا غلبانه ومن كسره وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف وعقبال اللي يستاهلوا، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض طلع 10,000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه عم الشيخ. اعوذ بالله يا اخت كوريا. عايز يعني يا مولانا؟ اعوذ بالله. ومن يرضى لاخته، من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله، وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ لا انت عايز تتعلم عليا؟ ده انا راجل جزار ملو هدومي، وفي الاخر احب على راسها؟ ده يكسر راسها واللي شددولك كمان. ايه على راسها؟ يا عم مصحف لا شراح. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في آني ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشرب خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك في زورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده اهي لكون مشرده لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى، طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجه عشان خاطرك انت. بس مروان، اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي ايه يا ورق العنب انت؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا باشا؟ كوريا؟ انا جايب البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم يا باشا، تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا؟ ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى. بص اهي، مفيش ولايه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا، بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده يا بت؟
عيني هتعميني. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت يا شيماء، انت هتطفش لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي اصلها لسه جديد، انا اغسلهولك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحيه؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك، اعمل ايه طيب؟ بتصرخي ليه دلوقتي وانا جيت ناحيه عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكه المواعين. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضرها 6 على 6. ها؟ حاضر يا اسطى. يلا. بصي بقى يا اختي، انت شعرك شكله مهري من المكوى، لو كوناه هيشيط هيشطط كده وظروفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. عاملهولك بلد؟ بابي انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرالك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان هرب هو ونجوان. ايه؟ وحول ال 50 مليون دولار فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، وحولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدأ ياخد اجراءاته علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي، بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، انا مش هقعد هنا ولا لحظه، خرجني بقول لك من هنا، عايزه اهرب من هنا. حاضر يا روحاني. ما تنزحي يا اختي وانت عماله تترقصي لنا كده. تلاقي تنزحي من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد. لا تكون قرف. جاتك انت 60 قرف يا مسمة بري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حابساها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي على ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوزه امسح السلم من الوساخ؟ ليكي شوف حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الواطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر. أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل، احدف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احدف لي صباع وانا اطير. وانا اطير وانا اطير وانا اطير وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي حرام عليكي يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه يا خالتي؟ بس حرام عليكي، ده انا كوريا بنت اختك العمشه بدريه. احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟
لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، امي العمشه بدريه يا خالتي. وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص؟ يا دكتور انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. هاني تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي. مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا. مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبداكي وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبله. وهي يعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزقه اتخن شنب في المنطقه. انت هتتنطط عليا بعلامك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صنايع قسم زخرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خضر. وهو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هيما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايها صحراء، ونفك بقى من الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليك انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه، لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس، يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا هيما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين غيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى يا كداك يا لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى يا لهوي خلاص. في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي واتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. إلهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطرك. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه، تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني. اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص هايدي تعالي يا مجنونة، تعالي بس تعالي. ايه ده تعالي اتجننتي. تعالي يلا يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي، ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي ميه زمزم يا بنتي. على قولك والنبي يا خالتي. لو صوتك طلع يا رب يا
ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي، نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلامه عليك يا هايدي، الف سلامه عليكي. وما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا مالي ذنب يا بنتي. طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف عنها حاجه من اصله. انا بلعن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها، بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص انتصار، بص يا انتصار، خدي يا بنتي، خدي دول ها، وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي هناديلك. كتر خيرك يا بيه. لا تعالي يا دادا، تعالي افتحي الباب يا انتصار. بس يا حبيبتي، بس بقى الله. هو انت؟ صباح الخير. اهلا، صباح الخير يا نادر. مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ تسافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده، ابو ولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الوليه نزلت جريت بشعرها في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا، تعالي يا سوكا. خدوني معاك يا ولاد الحلال. ست كبيرة الدية لابسة جلابية سودا وحافية، اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا، اللي يلاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة، والأجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست دية بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده انا ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب. ما تقلقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف والله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقيش. بس قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق هم، كنت عايز تخلص وخلاص. وحافية واسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا، اللي يلاقيها وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة، اشوف اتصل ولا لسه. الأجر والثواب عند الله. قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت، اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا، ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها، اللي بيرعاها وبيرعاكي مش هتوه منه. لا ارض الله واسعه يا الشيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلق، انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، وان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبقى نراضيه. هتحط دايما التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا امك اتحمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خال، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطم، فين اللي مكفيني؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب، استهدي، خدي لك بق شاي وهدي اعصابك كده، هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي، اروح ادور عليها، ربنا يعطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذئاب الجبل. كوريا، مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش، سيبك. وهي في معية الله فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه، دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى
ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا، سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا، غوري من هنا احسن وتربة امي، افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف خلاص خد يا خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه. بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان ما فيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها، واجمدي. ماشي انت قدها ها. ماشي الحمد لله. باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى ها. اوكي ماشي كلميني عاد. حاضر. يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. لا اله الا الله. مع السلامة. مساء الخير. هايدي ابو طالب السيد السنهولي، موقفها ايه؟ تمام. انا اسف يا مدام، في قرار منعك بالسفر. لك يا هيما وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلومة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبت كوريا متدهوله في اللي هي فيه. يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي، انت عايزه تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شرده ولا ما شرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا اله الا الله. ما انا بقول لك الدنيا امان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شيطان. ضعيفه هيما، ضعيف. يا أهل المنطقة الكرام، طلبت مني الأخت كوريا عبد العاطي أن أناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحاجة سندس، ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا. السلام عليكم. بقول لك يا أخت كوريا، أؤمر يا عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم
أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. ادعي له وادعي لي يا مولانا. انت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا اي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، واحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. ادعي لنا انت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده؟ هو انا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تساويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير. 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قريبها، يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا في التجمع الخامس، ولسه باسم رجاء اختي، واكيد محدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي، انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر، لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده، او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري، انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا هوديكي جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا. كده ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب بيه، شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي درية هانم. اهلا وسهلا، اتفضلي. ايه ده يا بابي؟ ده عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دوريه هانم تبعت لك الشغاله طلباتك كلها يا حبيبتي موجوده. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليك. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. اوكي؟ بس ما تفتحيش لاي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزه حاجه مني يا روحي؟ نروحوا باص. يلا بقى عشان تطفي الشمع لامك.
دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي. اصلك انت وحشني حتى وانت حاضني قوي. اول مره احس بلهفه، اول مره احب قوي. ياللي همي معاك اتنسى، ده انت احساسك مدرسه. ياللي همي معاك اتنسى، ده انت احساسك مدرسه. نفسي اتعلم الشوق منك وابقى تلميذه كويسه. انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني. دلعني ديكوري ديكوري يا نهار اسود وبتايل. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، دي ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوكا. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام. صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول، ادعي لي. ماشي يا ابن عمي، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم يبقى اتصل، لو احتاج نقل دم يبقى اتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا، ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص اوام صاحبي بقى، وانا عارفه. حول ولا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي يقل مزاجها البعيده. مش يلا ولا ايه؟ يلا.
بنتي يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجد، زي خالتك كده يعني. ايوه. بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا، تتاكل اكل. ايوه. بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعة محبوس هنا، الله يخرب بيت شورتك المنيلة. ايه الجو البيتي ده؟ جديد قوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكره انا واحده محترمه، بس الظروف هي اللي خلتني امشي في الشارع بالمنظر ده. انا ينفع اخد موبايل حد فيكم؟ لازم اعمل مكالمه ضروري. يا عم بالراحه عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك يا ربي ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيتك يا نوال، الله يخرب بيتك، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلة ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت بص بقى. يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا مسبتي يا مسبتي يا مسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه؟ سلومه جه. نهارك اسود. تعالى هنا، رايحه على فين؟ تعال. ام البتاع هنروح. تعالى. فين؟ على فين؟ تعالى هخبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده بقى؟ تعالى تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. نونو نونو، واحد واقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بيضتين. بيضتين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور ايه؟ بفك الزنقه. ايه حد جانا يا نونو؟ انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا متهيألي ان انا قفلته، مش عارف وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا وليه، حكيتي لامي كل حكايه المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مالي انا ومال مجانين؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع عقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. اخص عليكي، يعني ده جزاتي اني عاوزه اسليكي واخد بحسك؟ شو النبي خدني احسن، خلاص انا اللي قربت اتجنن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبط التوك توك. اني توك توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات. يا نصيبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواقته؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا بعدك مفيش وقت. رجاء. نادر. انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نزل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا. رجاء مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي. باي.
يا رب يا حبيبي، يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. دي الصمت ده يا لالو، ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهفوا الشوق، يجي يضرب سندوتشات من غير عدد، وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا هيما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده يا؟ انت على طول مش طايقني كده. يا ده سكت، انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله، بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا. يا ده اقعد، ده حلو لاحبالك الصوتيه. معلش يا هيما، انا كنت مفكرك قفلت، روحت البيت لقيت امي متوغوشه قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكة تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهني. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه، انتوا هتشيلوا لي المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طلعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كرسه ود، بس قبل ما نرجع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعه سوا. ايه رايك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعه دي؟ كاكتعون يا هيما. هتعمل ايه؟ هتمسك عجله القياده. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لايام زمان، هنقول احنا لسه حبايب. ما خلاص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجه مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طاعون. يا وليه قومي، يا وليه انا جعان، قومي. شوف لك اي حاجه تاكلها، اتصرف. انا مش قادره افلت جدتي، طول النهار بلف على كوب رجليا بدور على شغل. نفسي افلت جدتي بقى. يا وليه قومي فزي، والا دور لي على اي حاجه. وانت بنت امك الفقر ده في حاجه عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه، اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعه. ومستنيه ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما يديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومه بياخد مكافاه نهايه الخدمه. روح اتخانق معاهم وخد فلوس يلا. يا اخويا باي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملة بنتك السودة معاهم؟ بنتي؟ دي مش بنتي، دي بنت حرام. كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليا اب، ليا ام، ليا اخوات لهم نصيب في شويه الفتافيت اللي بيقعوا من القرصه من بكره. البيت يبقى فيه اكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي، ان شاء الله حتى تشتغلي رقاصه. اوف يا اخويا، يا اخويا ايه النكد ده يا ابو نجوى. يا اخويا انا بقالي 25 سنه بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجه. ما جراش حاجه، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلانه. بلاش حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجه سوا. انت بتعايريني يا وليه يا زباله انت. انت بتشتغلي علشان تاكلي وتاكلي عيالك. انت بتشتغليني. خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب جوزها الفاضي. ايه في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟
تنسي جو ده انتصار ده بقى. اتفضلي. انت هنا في حته تانية خالص. ايه لازمة الكلام ده كله؟ ما انت عارف ان انا طول عمري في مصر بلبس الكعب العالي، وبعدين طول عمر الناس في مصر بتقول على الست هايدي بتاعتك ان هي اللي بتشتغل عندي مش انا. ايه بقى؟ في ايه؟ يا ستي مفيش حاجه، مالك قلبتيها دراما كده ليه؟ بهزر معاكي. الله، مالك؟ وبعدين ايه اللي جاب سيره هايدي ومصر والكلام ده؟ ما خلصنا منه خلاص. وبعدين يا حياتي في رحله اللا عوده دي انا خدت مين معايا؟ مش خدتك انتي؟ نجوان، احنا شبه بعض. ثانك يو. عارفه يعني ايه شبه بعض؟ يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض. طب ايه رايك بقى ان انا مش مرتاحه؟ نعم. يعني ايه؟ ازاي مش مرتاحه في كل ده؟ ما انا اعمل لك ايه؟ اقعدك في البيت الابيض ولا اخد لك شقه برج بيزا الماجي؟ مروان، هتلاقيكي حنيتي للحاره. انا مش بهزر على فكره. احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نتجوز. انت جاي من مصر عشان خاطر الفلوس اللي كلها دلوقتي بقت باسمك، وانا ايه؟ ماشيه وراك وخلاص. ايه اللي خليني استحمل كل ده من غير جواز؟ بس اهدي في ايه؟ الله الناس. وبعدين وانا اعترضت على الجواز؟ قولي زوجتك نفسي. ها انا مش بهزر. يا ستي اعمل ايه؟ وطي صوتك شويه. اعمل ايه يعني؟ شوفي لي مأذون شرعي يوناني وانا اكتب عليكي دلوقتي حالا. يا سلام. خلاص بقى، في ايه؟ وانا جايبك هنا عشان خاطر نمسك في خناق بعض؟ يا عبد الله، انا كده هولع. القمر جاي منين؟ ايه ده؟ طب القمر جو العربيات قوي حلو قوي. محسوبك عمرو مشبك، احب اجي واشبك. بقول لك ايه، ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. نغور فين بس؟ نغور مع بعضينا. غور بدل ما لا يا عم ظهرك في وشك. ناقصاك اصلا. يا ابويا الحقني يابا. تعالى يا ابو الحوشني شوف عملوا فيا ايه العيال ولاد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك. كنت فين سرعتيني عليكي؟ حرام عليكي. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. ابعد عني يابا. والنبي لا. الحقني يابا. والنبي لا. خلاص انا هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه يا بنتي؟ ايه انت مين يا بنتي؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل؟ موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على الموبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف، بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق، بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي، عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي. رايحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا هي وسخه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري، عشان انا مش لا. هلبسها. لا يا بنتي انا كده ماشي. دكتور نادر جه يا جماعه اهو. ياه مساء الخير يا دكتور جماعة. نادر، عاش من شافك يا راجل. انت فين؟ تعالى، ده انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفل. مساء الفل. خلص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. ابعدي. امشي. عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني. لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي، فضحتي امي. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي، ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا، انت هتلبسيني تهمه يا وليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس والنبي. انت عايزه تموتيني وتحبسيني جوه. يا ستي طب خلاص هتفضحينا خلاص. الحقوني يا ناس، الحقوني اعملوا معروف. والنبي ما عملت لها حاجه، دي خالته عايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. البت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش يا اخويا. ما اعرفهاش والنبي ما في حاجه، دي مشاكل عائليه، ما فيش حاجه. توكل انت على الله. توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا ستي عايزه تموتني. حشوني يا خالتي انا قاريه. حشوني. ما تجيب يا جدع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم.
يا قطعون يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول فلقتني بقصه حياتك، وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابوس ايدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ابي يا بقول لك. قلبي. اتظبط بقى علينا، اتظبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك، بس ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي؟ غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامتك ام حسن، ده من العين ومن الحسن، سلامتك يا حسن من رمش اللي حسن، سلامتها ام حسن. الف شكر، ربنا يخليكم. لا اغني تاني، مش هينفع اغني تاني، لا والله ما ينفع، انا عندي حفله والله في كوالة البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبه عليك وعلى عيشتك يا ولا، انت اتهبلت يا ولا، بتكلم نفسك في المرايه. ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم اتلبس ياما. ليه؟ عشان لابس فليله النادي الاهلي. يا سلام يا اخوي. وبعدين ياما انا كنت بغني ياما ومحدش سامعني ياما، اتلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمه. ايه ده؟ هي دي البيضه ياما اللي انت جايبها لي ياما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين ايه ياما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا ياما مدينا ظهرها ياما، كاكلينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله، وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الذبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك ونادرن عليا ياما. نادرن عليا والنادر امانه يا ام سوكه. لا اجيب لك عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى بميكروفون. ايوه جرجير ام سوكه، ايوه فجل ام سوكه، وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك اكسر الدنيا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعنه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا واد؟ انت هبل يا ولا. حرام عليك هتموتني ناقصه عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكم زعل امي؟ لا زعلان. ما تخنقش على امي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على العروسه يبقى تجيبوها وكمان فوقها بوسه. يلا ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاجه اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست. عشان خاطري هي مساله حياه او موت، مش هطول، دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكره قوي، شكرا. الو يا دينا انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه؟ شارع ابراهيم نجيب. شارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي. انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بايه. حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي. متشكره قوي، شكرا. العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس، مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي واقفه بعيد بقى لو سمحتي. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا تعالي يا خالتي. ماما مش هينفع كده، سيبيني اسالك على التعوير عشان تطيبي. يلا طب انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم وتوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسق على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش وانا مستحملي معاه. معلش اي يا طب مش هينفع كده.
انت بتبص عليها حيلتها. غور ياض من هنا، غور. ما تخلص يا عم طاعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنيلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده يا هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. ما بالراحه يا دي انت وقع الاستاذ، الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطى وبس لا مؤاخذه ايده. كده عداله التوزيع، عشان ما حدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما، ده اسلوب حياه. رايحه فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع ولوحدها، وحبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا الست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين رايحه فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ في ايه يا محمد؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح. ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. بقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر. انا بقى نازله يعني نازله، عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد، ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابداكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهاجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت. كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا مشينا غير مشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا. ولقيتيها فين؟ لا ولا استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي اتلوحت. بس فين؟ فين هي؟ والله اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسال اي حد جوه، يمكن يبقى شافها ولا حاجه. نساله، ما نسالش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ. ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس. هانم يعني إيه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ احكي لك. انت كويسة؟ طيب أهم حاجة. كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة طحنية يا يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المرمطة اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكري اطلع دلوقتي ولا يلا يا عم سلام وماله نطلع. يا حبيبي صلي. ايه يا دكتورة؟ ما تقوم تهيص معانا، انت قلب غم كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف، انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت حر. يا عيوكا يا بتبكي على اللي راح، بتبكي على اللي راح. الو. ايوه دينا ازيك؟ ايه؟ انت بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها الميكروكروب وحمتها ونيمتها. على فكره يا كوريا انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولايه دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما اقلقكيش. والله؟ او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقيكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول، ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاساك مش انت، مش هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال هكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بق خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما الاقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا عسلنا. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا وانا اقول العماره هتقع عليه، ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا
خش جوه يا ولد، خش يا ولية. الواد والبنت واقفين على السلم، استغفر الله العظيم يا رب، مش قادرة اتكلم، تعالوا اتفرجوا، الفرجة بليل. بس يا اختي جرايه يا ولية، قال صحيح كلم العيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك، واظن بقى المنطقة كلها عارفة مين هي كوريا. انا ما حدش يستجري يجيب سيرتي على لساني، واللي يجيب سيرتي على لسانه اقطعهوله واقطع له رقبته وراه كمان. هيما ده خطيبي وكلها شويه وهيبقى جوزي، ما فيهاش حاجه يعني اما تقع حنكين على السلم. وانا لو عايزه حاجه كده ولا كده ما انا كنت دخلته، لكن فشل. انا ابويا معلمني ان انا ما ادخلش حد غريب عندي البيت الا لما يبقى جوزي، لكن الدور والباقي بقى على النسوان اللي جوازاتهم مش عارفين يلموهم. يلا يا اخويا بيتك بيتك انت وهو، واللي عنده معزه يلمها ما يتلاقاش على خلق الله، ولا يا شيخ ناصر؟ يا اهالي المنطقه الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضه اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا اخوي فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك؟ وانت يا سلومه ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش يلا يا حبيبي منك ليه؟ يلا يا اخوي، يلا يلا. في ايه يا اخي ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت سبقيني على فوق. يلا خدها يا سوكا وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك انت تشعل نار الفتنه بسبب ما تعلمه وتعلم اني اعلمه. خلاص يا عم الشيخ، خلاص. ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يهدينا، روح انت عشان تلحق صلاه العشاء. ده احنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاه الفجر. ميدا ان شاء الله. انا هسلم نفسي خلاص. ايه ده؟ نو واي، ايه اللي بتقوليه ده؟ انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انا مش هفضل هربانه ومجرياك ورايا وعامله لكم مشاكل. انا ما عملتش حاجه، وانتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه. وانت ذنبك ايه يا هايدي؟ 3 بالله العظيم 3 منورنا البيت يا هوانم. منور يا نادر بيه. الله يخليك يا عم شكري. متشكرين. هايدي اسمعيني كويس، انت مش هتفضلي هربانه على طول ولا اي حاجه من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضيه عشان اعرف اتفاوض مع البنك، وبشوف الفلوس اللي لينا بره، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمده ساعه واحده يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضه. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه، فمش هقف اتفرج عليكي يعني. المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده. وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. انا بقى عندي المكان اللي اقدر اتاوي فيه هايدي هانم الدبال الازرق ما يعرفلكيش طريق جره. فين؟ بطن البقره. نعم بطن البقره. مش حلو كده يا كوريا، مش لايق على وشي. يو وانتش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عامله اقول البلح. ماله البلح؟ وحش البلح يا بنت شيمو. حلو قوي لايق عليها. اه بنتك لايق عليك. حلوه يا اختي البلح حلو. يلا عشان تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء، دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزينك. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك فيه. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. تعال. ريحي هنا ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانم اللي جوا ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجوزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت.
تقف بقى جنبيها، تقعد جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه ما اعرفها. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايه؟ ما انت منزحها من الاول خالص، احنا ناقصين نصايب. هديكها بالبوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، هي تقعد معاك خالتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السودا، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي بيت جبلاء من كل لون يا بطيستا؟ ثم بيت دي ولا لينا فيها ايه عشان نتويه ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك بره البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه هتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد زي اللي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. هي تصدقي طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه، ولا قلم الحواجب؟ ايه يا عبيطه طمعانه فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره. مين ده؟ تشتري كل البقره اللي في السوق. اهدي، يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه، هي هتدفع كام؟ نادر، انا نازله رايحه النادي، عايز حاجه يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عامل في نفسك كده ليه؟ دي ما تستاهلش. ما ينفعش كده يا نادر، ما ينفعش. انت لازم تروح لدكتور. ليه؟ شايفاني عيان؟ لازم تروح لدكتور نفسي يخرجك من الحاله اللي انت فيها دي. انا بني ادم طبيعي يا رجاء. اترزعت بالقلم على وشي ولازم اتوجع، اقول اروح للدكتور ليه بقى ان شاء الله؟ اقول له الحقني يا دكتور، اصل اتضحك عليا وحلم حياتي ضاع من ايديا، اديني دواء من فضلك عشان يخليني ما احسش. هو ده اللي انت عايزاني اعمله يا رجاء؟ لا يا حبيبي، بس انا ما اقدرش اشوفك كده يا نادر. يا نادر، انت اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا. انا لما بشوفك كده بتعذب. نادر، انا اللي ربيتك من بعد ما بابا وماما ماتوا. صحيح الفرق بيني وبينك مش كبير، بس انا بعتبرك كده. نادر، انا ما اقدرش اقف اتفرج عليك وانت عامل كده. انا كويس يا رجاء، اهتم انت بنفسك، ما تقلقيش عليا. بعدين ما انت عايشه حياتك، تنزلي تروحي النادي مصاحبه بنات صغيرين، انا مش فاهم ليه بس مش مهم. المهم انك بتعملي اي حاجه في الدنيا غير انك واقفه حياتك عليا. عيشي حياتك بقى يا رجاء، خلاص انا كبرت. واللي انت بتعمليه ده على فكره مش اهتمام، اسمه حصار. مين اللي تحت؟ طيب قاعدين. ابو طالب بيه وطارق تحت، انت مستنيهم؟ لا، ايه اللي جابهم؟ خديها تحت باطن. لا، ما اتفقناش على انجاجه كمان يا خال، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها ببص من بقع. بقول لك ايه، عشان اهل الحاره يصدقوا اهو، بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ومش اصلها. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك، الله ينور. يا عم شكري، يا كوريا رايحه فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي، نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا قيمه. لا عيني يا سيد يا مشعط يا جرجير. بنتي يا كوريا، ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسو؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان قوي. يا اختي بطن البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا ان شاء الله. الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي، متشكره قوي يا اختي طنط. والله يا دوب كده. ده انت يا دوب. الحمد لله على السلامه. الله يخليك، السلام عليكم. مين دي يا خالتي؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها، بس بنت حته قشطه والله، بس بترطن. طيب بما انكم بقى تتكلموا في شغل، اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا نو بروبلم. غريبه ايه يعني؟ حضرتك وان اوف ذا فاميلي، يعني حضرتك فرد من الاسره. لا احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟
بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع دريه هانم؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 لا، ما اسمعلكش تقول كده. دي ست لارج ومعروفه في